بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هنتكلم النهارده في موضوع مهم عن إزاي جسمك بيشتغل أو جولة داخل جسمك. أولًا لازم نكون عارفين إن تركيب جسم الإنسان بيتكوّن من أجهزة، والجهاز ده بيتكوّن من أعضاء، والأعضاء دي بتتكوّن من والأعضاء دي بتتكوّن من أنسجة، والأنسجة دي بتتكوّن من خلايا. ولنفترض إن أنا معايا الجهاز الهضمي بيتكوّن من مثلًا أعضاء زي المعدة والكبد والأمعاء مثلًا. قال لك هناخد المعدة هتبُص عليها هتلاقيها متكوّنة من أنسجة كتير. قال لك خد النسيج ده هتلاقيه متكوّن من خلايا، وهكذا. يبقى خلية مع خلية مع خلية بتدّيني نسيج، نسيج ونسيج ونسيج بيدّيني عضو، عضو وعضو وعضو بيدّيني جهاز، جهاز مع جهاز مع جهاز يدّيني كده إنسان. تمام. قال لك ده زي ما أنت شايف هنا في الصورة عندك الخلية أهي بتتحد مع بعض تدّيني نسيج، النسيج يتحد مع بعضه بيدّيني عضو. قال لك إن العضو يتحد مع بعضه بيدّيني جهاز. قال لك إن الجهاز يتحد مع بعضه بتدّيني إيه، بيدّيني جسم الإنسان. تمام. قال لك بعد كده تعالَ ناخد بقى جولة داخل الخلية، نفتح كده الخلية ونبُص عليها فيها إيه. هتلاقي عندك البتاعة اللي هي الكبيرة دي النواة. النواة دي اللي هي بتكون عبارة عن رئيس مجلس الإدارة، بتكون عبارة عن شركة دي رئيس مجلس الإدارة. هتلاقي إن الحاجات اللي جوّه الخلية دي دايبة في مَيّة، المَيّة دي سميتها سيتوبلازم، أكنك جبت حمام سباحة ورميت فيه أعضاء الخلية، فهي دايبة فيها، فسميت المَيّة دي إيه، سميتها سيتوبلازم. هنبدأ نتكلم عن كل عضي داخل الخلية. أول حاجة معايا نواة الخلية. قال لك إن نواة الخلية دي بيكون فيها إيه، بيكون فيها الDNA. الDNA طب أنا ما أعرفش يعني إيه DNA. قال لك إن الDNA ده هو اللي بيدّيني الصفات الوراثية بتاعة الإنسان. قال لك الصفات الوراثية يعني هو اللي بيخلّي لون شعرك أسود، يخلّي عينك خضرا مثلًا، يخلّي بشرتك مثلًا بيضا، يخلّي بشرتك سودا. أي صفة فيك هو عن طريق الDNA. طبعًا الصفات دي بناخدها من الأب وبناخدها من الأم. وبنستخدم الDNA ده في تحديد النسب، اللي هو لو حد ناكر أو طفاله مثلًا. تاني حاجة معايا الميتوكوندريا. قال لك إن الميتوكوندريا دي هي اللي بتدّيني الطاقة في الجسم. قال لك الجلوكوز بيخش الميتوكوندريا بيتحرق فيها عشان يبدأ يدّيني طاقة. الطاقة دي عبارة عن إيه، عبارة عن مادة كده اسمها ATP. فلو الطاقة دي لو الميتوكوندريا ما اشتغلتش جسمك مش هيبقى فيه طاقة، فبالتالي مش هتقدر تعمل أي مجهود. تمام. إحنا يعتبر ماشيين كأننا ماشيين فين، كأننا ماشيين داخل شركة. قال لك بعد كده معانا بعد الميتوكوندريا معانا حاجة اسمها الشبكة الإندوبلازمية. قال لك إن الشبكة الإندوبلازمية دي مجرد ما تسمع اسمها افتكر حاجتين. قال لك شبكة إندوبلازمية ناعمة وشبكة إندوبلازمية خشنة. قال لك الخشنة دي هتلاقيها منقطة عندك. قال لك منقطة. النقط دي عبارة عن حاجة اسمها ريبوسوم. قال لك إن الريبوسوم ده هو اللي بيصنع لي البروتين. يبقى الخشنة بتصنع لي بروتين. طب والناعمة؟ قال لك لأ، الناعمة بتشتغل في الدهون. يبقى كده الميتوكوندريا كانت بتحرق الطاقة الجلوكوز اللي هو كان كربوهيدرات، إنما الشبكة الإندوبلازمية الخشنة بتشتغل على البروتين، الشبكة الإندوبلازمية الناعمة بتشتغل على الدهون. تمام؟ طب إحنا دلوقتي صنّعنا البروتين، هنعمل فيه إيه؟ قال لك هتاخد تصنيع البروتين ده أكنك في شركة، عملت صنّعت حاجتك. قال لك هاروح أعمل فيها هاروح أخزّنها. هاخزّنها فين؟ قال لك هاخزّنها في جسم عندي اسمه كيس جولجي. قال لك جولجي ده اسم العالم اللي اكتشف الجسم، فسمّاه على اسمه جسم جولجي. قال لك بيعمل إيه جولجي؟ قال لك بعد ما صنّعنا بيقوم في الشبكة الإندوبلازمية بيقوم جاي هو عامل إيه، مغلّف البروتين اللي إحنا صنّعناه ويروح يخزّنه فين؟ يروح يخزّنه لك في المخازن. ده كده وظيفة جسم كلشي. قال لك بعد كده معانا حاجة اسمها عمال النضافة. قال لك مين هم عمال النضافة؟ قال لك عمال النضافة دول حاجة اسمها الليسوسوم. يبقى مين عمال النضافة؟ الليسوسوم. أنت عندك الشركة بيكون فيها عمال نضافة بتنضف أي حاجة ضارة في البكتيريا، أي قاذورات، أي حاجة هي بتشيلها ترميها. قال لك برضه عندي دي وظيفة الليسوسوم. يبقى إحنا كده مشينا كشركة، عند رئيس مجلس إدارة اللي هي النواة، عندي الباور أو الطاقة اللي هي الميتوكوندريا، عندي المصانع اللي هي الشبكة الإندوبلازمية، عندي المخزن جسم جولجي، عند الليسوسوم عمال النضافة. شُفت جسمك عبارة عن شركة حلوة إزاي؟ قال لك بعد كده يعني ده بيدل إن الخلية العظيمة داخل جسمك، الخلية العظيمة داخل جسمك دي بتبدأ بيتحدوا مع بعض عشان يدّوني نسيج. قال لك النسيج ده يبدأ يتحد مع بعضه عشان يدّيني أعضاء، والأعضاء دي تتحد مع بعض عشان تكوّن أجهزة، والأجهزة دي تتحد مع بعض عشان تكوّن جسمك. وده نفس الكلام اللي إحنا قُلناه في بداية الفيديو. تمام. يبقى إحنا كده ماشيين
نظام شركة بالضبط، طالعين بنبني عمارة من تحت لفوق، ما بنمشيش خطوة، يعني ما ينفعش نسيب حاجة ونكمّل عليها، تمام؟ قال لك يعني جسمك العظيم ده، قال لك ده بيبدأ من وحدة صغيرة جدًا، اسمها إيه دي؟ قال لك والله دي اسمها الخلية، يبقى أصغر حاجة في الجسم اسمها الخلية، قال لك وكل ما تعرف جسمك صح، كل ما تقدر تحافظ عليه صح. وبكده انتهى موضوع محاضرة النهارده، أتمنى تكونوا استفدتم، سلام. Free audio post production by alphonic.com.